دكتور محمد، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. دكتور محمد شولح اسمه مميز في جراحه الاوعيه الدمويه، حابين نتعرف على حضرتك اكتر. انا اسمي محمد ابراهيم شولح، استشاري جراحه الاوعيه الدمويه والقسطره التداخليه، دكتوراه جراحه الاوعيه الدمويه من جامعه القاهره، وعضويه الكليه الملكيه للجراحين، وزميل كليه جامعه كولون في المانيا جراحه الاوعيه الدمويه. مجال جراحه الاوعيه الدمويه يا دكتور مجال كبير، بيشهد تطور كبير يوم بعد يوم، كل يوم بنسمع عن تقنيات جديده بتغير شكل العلاج تماما، والنهارده هنتكلم عن واحده من اهم التقنيات دي وهي التقنيه الهجينه. حابين نعرف من حضرتك يا دكتور ايه هي التقنيه الهجينه في جراحه الاوعيه الدمويه؟ بص حضرتك، التقنيه الهجينه في جراحه الاوعيه الدمويه دي تقنيه حديثه بيتم فيها الجمع ما بين طريقتين في العمل. اول طريقه اللي هي القسطره، وتاني طريقه اللي هي الفتح. فاحنا في التقنيه الهجينه نتيجه التطور في جراحات الاوعيه الدمويه قدرنا ان احنا نجمع بين ان احنا نعمل لعيان واحد لو هو محتاج عمليتين او اكتر، ان احنا نشتغل بنعمل جزء منها بالقسطره والجزء الثاني بنعمله عن طريق فتحه صغيره جدا. وده بالتالي قدر يوفر للعيان اللي هيعمل له عمليتين ان هو يعمل عمليه واحده في نفس الوقت، وبالتالي بيبقى النتيجه احسن بكتير جدا من ان احنا نعملها على مرحلتين، لان بتدينا نتيجه عاليه جدا وكفاءه في التشخيص، وان احنا بنقدر نقيم وضع العمليه بعد التدخل على طول.